لو انت طالب في كليه حاسبات ومعلومات او كليه الذكاء الاصطناعي او حتى ناوي تبدا تتعلم برمجه لوحدك ومش عارف تبدا منين او ازاي، فركز معايا في الفيديو ده لان اختصر عليك الطريق واقول لك تبدا منين وازاي علشان ما تتوهش من كتر المصادر اللي بتقابلك. وخليني اقول لك ان جمعت لك خبره الناس اللي اكبر مني في المجال والناس اللي شغاله بالفعل في المجال بتاعنا ده، وكمان في مفاجاه في اخر الفيديو هتعجبك جامد، فركز معايا للاخر. اكبر غلطه اي مبتدئ بيعملها وغالبا انت كمان كنت بتعملها هو انك عاوز تتعلم كل حاجه في وقت واحد ومشتت نفسك ومش عارف تكمل في حاجه للاخر. عشان كده هفهمك الدنيا ماشيه ازاي وهقول لك رود ماب ليك من اول ما تحب تتعلم البرمجه اصلا من الصفر لحد ما توصل لمرحله التراك او التخصص. بص يا صديقي، انا هوضح لك الموضوع على هيئه محطات. فاحنا في مشوارنا ده عندنا 4 محطات اساسيه لازم تبدا بيهم لو ناوي تتعلم صح. اول محطه هي محطه عقليه المبرمج، ثاني محطه الاساسيات، ثالث محطه محطه الانجليزي، رابع محطه معانا والاخيره اختيار التراك. فعلشان ما اطولش عليك في الفيديو ده انا كده عرفتك اهم النقاط الاساسيه اللي هتحتاجها علشان تبدا صح. وعاوز اقول لك ان هعمل بلاي ليست عباره عن سلسله اسمها مشوار مبرمج، هتكلم فيها بالتفصيل عن ال4 محطات اللي ذكرتهم لك في الفيديو ده، وهي دي المفاجاه اللي قلت لك عليها في اول الفيديو. والفيديو ده اول فيديو في السلسله، وان شاء الله هتستفاد وهتعرف تبدا منين وازاي بكل المصادر المجانيه اللي يعتمد عليها فعلا. لو عجبك الفيديو وحسيت انك استفدت باي حاجه او اي معلومه صغيره، اعمل لي لايك واشتراك عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات اللي هتنزل ان شاء الله في السلسله دي بعد كده. بس كده، كان معاكم محمد لطيف من قناه برمجه بذكاء، ونشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. صلى على النبي.